بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا في هذه الأمسية الكريمة شيخ قبيلة الأنصار الشيخ عمر عبد الله الأنصاري. كيف ترون شيخ عمر هذه المناسبة وأثرها في جمع أبناء القبيلة؟ أولا كل سنة وانتم طيبين. الجمعة للقبيلة لها أبعاد كثيرة جدا، من أجمل ما يمكن وهو أولا صلة رحم، اثنين تعارف، ثلاثة نعي في الأجيال الجاية إنه يا جماعة هذا الأجيال القديمة كان لديهم موروث. الله يعطيك العافية شيخ عمر. طيب شيخ عمر، ماذا تمثل لكم لقاءات المعايدة في تعزيز الترابط بين أفراد القبيلة؟ تمثل لي أنا كشيخ قبيلة تمثل لي الشيء الكثير. كل ما زاد الترابط بين القبيلة كل ما أصبح هناك رأي عام، الناس تسمع الرأي والرأي الآخر. عندما يكون حوار منطقي بين الرأي والرأي الآخر تتقدم أشياء كثيرة وتتوالى أشياء كثيرة سيئة. يعني الناس الآن الحمد لله عندنا في قبيلة الأنصار قليل اللي يروح يشتكي عند الحكومة. الناس تسمع ليه نتيجة إلى أن نحن صعبنا ذللنا له الصعاب، بأنه لا يحتاج أن تعطيني رأيك والناس تكون بجانبك وأنت صاحب حق. الله يعطيك العافية يا شيخ عمر. كيف تقيمون طيب هذا التجمع المبارك في هذا العام؟ والله ما شاء الله تبارك الله، نحن بدأنا هذا الحفل يمكن من قرابة 8 سنوات. كل سنة يكون فيه يعني تقدم أكثر. هذا العام من أحسن الأعوام التي مرت نظرا لثلاثة أسباب. السبب الأول الجو كان مناسب، لم يكن فيه الصيف وكان هناك هواء طيب ويعني جو بارد. اثنين المحيطين، القرى المحيطة بنا هي لا زالت تحتفل بهذا الموروث، وبالتالي أصبح بيننا وبينهم زيارة، نروح لهم يزورونا فاتسعت الدائرة. اتسعت دائرة هذا العام أكثر من كل عام. الحمد لله على كل حال، والله يديم الجمعة هذه دائما أبد. طيب يا شيخ عمر، ما الرسالة اللي تودون توجيهها لأبناء قبيلة الأنصار في هذه المناسبة؟ والله أتمنى أوجه لهم توجيه أب وشيخ قبيلة وأخ، إنه يا إخواننا الرجل كثير بإخواني، الرجل كثير بإخواني. لا يمكن مهما كنت أنت رجل كويس وهذا أن تؤدي أو أن تصل إلى أعلى الدرجات ولكن الناس إذا التفت حوالين بعضها وتسامحت وغضت الطرف عن الأشياء البسيطة التي ليس لها معنى في عمل بعض المناحلات، فكثير من الفوائد حتكون عليهم. لذلك أنصح وأكرر أن الناس تلتف حوالين بعضها، وأن الناس تعتبر الحفل ليس لشخص واحد من الأنصار. أتمنى أنهم يعون ويسمعون أن هناك مطلب مني أنا شخصيا أنهم يزيد عددهم أبناء قبيلتي وأبناء عمومتي في المشاركة في هذا الحفل. اللهم زد وبارك، وأسأل الله أن يحسن خواتمنا وخواتم جميع سائر المسلمين. طيب يا شيخ عمر، كيف ترون دور مثل هذه اللقاءات في الحفاظ على الموروث الاجتماعي والقبلي؟ والله أولا أشكرك عظيم الشكر والامتنان أنك أنت ساهمت في نقل هذا الحفل. أكيد حيشوفون الآلاف من الناس أو المئات. أتمنى أن يحضر حظك الكثير ويحضرون هذا الحفل وينشرونه للناس حفلا واحتفالات الناس الآخرين، لأن هذا الموروث ولأن هذه المعاهدة ليست إلا دليل على صفاء القلوب وعلى تقاربها مع بعض. فأشكركم عظيم الشكر إنكم أنتم استطعتم أن تجمعوا بعض الكلمات لتوصيلها إلى الناس الآخرين، وأنا سعيد بلقائكم. حبيبكم وأخوكم الدكتور الشيخ عمر بن عبد الله الأنصاري، شيخ قبيلة الأنصار بمحافظة الجموم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة يا شيخ عمر، وأسأل الله أن يألف بين القلوب. طيب يا عمر، بس آخر رسالتين حاب أتكلم فيها. ما رسالتكم لمنصات قبيلة الأنصار الرسمية في ظل ما تقدمه من جهود إعلامية لخدمة القبيلة؟ بالعكس، أولا الشكر
الكبير الشكر المتواصل لهؤلاء الناس اللي استطاعوا انهم يقتطعوا جزء من وقتهم ويحضروا الحفل. يا ليت اكثر من منصه، يا ليت اكثر من سناب، يا ليت اكثر من شخص يستطيع انه هو يقدم ما قدمتوه. الله يعطيك العافيه شيخ عمر، كلمه اخيره توجهونها بهذه المناسبه الكريمه. كل عام وانتم بخير، وارجو الله عز وجل ان اكون انا اديت الرساله انه يا جماعه الخير الدنيا عطاء واخذ، كل ما زاد العطاء كل ما زاد الاخذ، كل ما جمعت الناس كل ما زادت المحبه، لان تؤلف بين قلوب الناس وتجمعهم بحب حاجه كبيره عند الله وعند الناس. اتمنى ان يستمر هذا التواصل وان يقتنع الاخرين ويفهمون ويعون انها ليست مجرد حفل وبس، ولكن فيها ابعاد كثيره وفيها حاجات كثيره. يعني تلقى الانصاري يقابل البركاتي، يقابل الجهني، يقابل الحربي، يقابل اشياء كثيره. نعم. كلها تصب في الاخير الى التعارف والى العمل الطيب اللي يرضي الله. شكرا جزيلا. العفو يا شيخ عمر، ونسأل الله أن يجمعنا في الدنيا والآخرة على خير، ويؤلف بين قلوب المسلمين كله وخاصة أجمعين يا رب العالمين.